بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخير. أتمنى تكونوا بصحة وبسعادة، اللهم آمين. وحلقات متداولة إن شاء الله رب العالمين، والتوفيق للجميع في تربية الفراخ البيضة داخل البطاريات، ومعلومات هامة تفيدنا وتفيدكم إن شاء الله رب العالمين، وبالتوفيق للجميع. أتمنى إن كنت أول مرة تتفرج عليا في القناة، يسعدني ويشرفني وجودك معايا باشتراكك معايا، والاعجاب الجميل اللي بيشجعنا دايما في الاستمرار. وطبعا يا ربنا يجازيك كل خير، احنا بنستفاد وانتوا بتستفادوا، وربنا يجازيكم عنا خير الجزاء، اللهم امين. والتعليق الجميل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. النهاردة ان شاء الله في حلقة جديدة في تربية الفراخ البيضة داخل البطاريات، وازاي ان احنا بنوصل لاوزان معقولة وأوزان كويسة في فترة الشتاء إن شاء الله رب العالمين. أتمنى تبقوا معايا لآخر الحلقة، وبالتوفيق للجميع. بسم الله نبدأ. أول حاجة في الدورة إن شاء الله رب العالمين، طبعا إحنا بنستقبل الكتاكيت. أهم حاجة وأهم أيام في الدورة هي استقبال الكتاكيت. وإزاي بتستقبلها؟ لفترة 10 أيام الأولانية. أنت استقبلت الكتاكيت بتاعك لمدة 10 أيام ودفتهم مظبوط أو سواء في الصيف أو في الشتاء، أنت تأكد بنسبة 90% 100% بفضل الله الدورة تنجح معاك إن شاء الله رب العالمين. أنت أول 10 أيام دفي، ودرجات الحرارة ما تقلش منك. أول 10 أيام درجات الحرارة يا جماعة، الناس اللي بتستسهل وتطنش موضوع درجات الحرارة، لا، الاهتمام بدرجات الحرارة هو عامل أساسي في نجاح دورة التسمين. دفيت كويس وهويت كويس في نفس الوقت، ودرجات الحرارة ما بتهبطش عن المعدل الطبيعي بتاعها، ثق وتأكد بفضل الله ربنا هيكرمك والدورة هتعدي معاك. فدي من أساسيات تربية الفراخ البيضاء، سواء أرضي أو سواء في البطاريات. طبعا بتفرق من أرض البطاريات في عامل النظافة. انت طبعا تربية البطاريات بفضل الله فيها عامل نظافة كبير جدا جدا. انت ما عليك انك انت بس بتشيل الأدراج وتنظف السبلة بتاعتهم، والمية بتتغير مرة الصبح ومرة آخر النهار. ففي عامل جيد للنظافة، زائد العلافة بتاعتهم بياكلوا منها. يعني ما فيش مجال ان الفرخ ان هو ممكن ياكل من السبلة بتاعه او يشرب مية مش كويسة. فتربية البطاريات يا احباب والله لوجه الله جميلة 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 جميلة، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. فيا احباب، انا يعني بتمنى من الجميع ان ربنا يوفقه ويعمل مشاريع، وربنا يرزقه ويبارك. مرة بتكسب، مرة بتجيب مصاريفها، مرة بتخسر منك. ماشي الحال، ولكن ما توقفش. اهي حاجة بتساعد الانسان على العيشة، وربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم كل الخير يا رب، اللهم امين. فاذا يا احباب، اول 10 ايام مهمين جدا جدا بالتدفئة. عامل التدفئة ده دفيه، شوف بقى قد ايه. يعني الفرخ عنده يتدفى، ونسبة الاكل ديت بقى خلاص يعني ما بيفكرش فيها، بس يتدفي هتلاقي ما شاء الله نفسه مفتوحة الاكل، هتلاقي شهية كويسة، فبالتالي هتلاقي معدل تحويل. فانا زي ما بقول لحضراتكم كده، الاستقبال بنستقبل طبعا زي ما انتم عارفين، وقلتها في حلقات سابقه. انا بستقبل بمواد طبيعيه وحاجات طبيعيه خالص، ما بحبش استقبل بمضادات حيويه، ولا بستقبل بالحاجات دي خالص. انا بستقبل باللي هو محلول معالجه الجفاف والعسل الاسود. كيس محلول معالجة الجفاف، اللي هو الكيس بيجي من الصيدلية البشري ده، واخدين بال حضراتكم. ده بيتحط على الاتنين لتر المية، وعلى الاتنين لتر المية ده معلقتين عسل اسود، معلقتين كبار عسل اسود على الاتنين لتر. يعني اللتر بياخد له ايه؟ معلقة عسل اسود. ده بستقبله عليه لمدة 8 او 12 ساعة عادي جدا. وبعد كده يا احباب بقى، المسألة بالنسبة لي بقى كلها اعشاب طبيعية خالص. انا بقى من تاني يوم انا بحط والله يا احباب حبة البركة، وبحط الثوم البودرة والبصل البودرة والكركم، واخدين بال حضراتكم. من تاني يوم على طول، ده رافع مناعة ما شاء الله. فالحاجات دي انا دايما بحب استعملها. وبعد كده بحط المية العادية خالص، وبيجي عمره 10 ايام انا بقى بدي مضاد سموم. ال10 ايام بعد ال10 ايام دولت انا بحط مضاد سموم. مضاد السموم ده عباره عن ايه؟ خل تفاح. بس تجيب خل تفاح اورجانيك، حاجه اصلي، حاجه
يعني ايه تكون انت جايب من مصدر انت بتثق فيه، يدي لك خل تفاح محترم ما تسترخصش فيه، سنتي واحد على اللتر كل 10 ايام. يعني 10 ايام الاولين خلصوا، تستنى 10 ايام تمام كمان وتحط. وتيجي بقى في العمر مثلا من ال 28 يوم، يا ريت كل يوم ويوم مضاد سموم، كل يوم ويوم مضاد سموم، حط خل تفاح. فديت حاجة بسيطة وحاجة طبيعية موجودة في أغلبية البيوت عندنا في مصر، وموجودة أكيد في العالم العربي وفي العالم كله طبعا. الخل التفاح، بس حاول تجيب خل تفاح أورجانيك، حاجة كويسة، وما يعني ما يتأثرش. لأن للأسف في بعض الأوقات العلف اللي احنا بنجيبه بيبقى فيه سموم وفيه فطريات، من تقريبا بيبقى الله أعلم بقى ايه، سوء تخزين أو حاجة زي كده، فالدنيا مبتبقاش مظبطة مع الفراخ. فأنت عامل التهوية حضراتكم مهم جدا، مع التدفئة، مع الالتزام بدرجات الحرارة اللي مختلفة في الدورة من أول يوم لآخر يوم. وحاول دايما على طول الفراخ بتاعك في فصل الشتاء تبقى دافيانة، فما تأثرش معاهم خالص في التدفئة وتقول ايه هتمشي وهتعدي، لا، بيحصل مشاكل وبيحصل نفوق والدنيا تبوظ، واحنا بنقول زقة قدام. فاتمنى يعني إيه الخير للجميع والله يا احباب. ده اللي انا بعمله، ده اللي انا بعمله. انما بالنسبة للتربية الارضي، حاولوا دايما يا جماعة النظافة، عامل النظافة مهم جدا جدا. انت بتفرش نشارة ماشي، النشارة ديت لو انت عاوز تشيلها كل 3 ايام وتحط نشارة غيرها ماشي. عاوز تحط النشارة بعد ما تلاقي الدنيا يعني بقتش مظبوط بعد 3 ايام، رش طبقة جير عالية ورش نشارة جديدة تاني. ممكن تمشي بالنظام ده، بس يفضل طبعا انك تشيل طبقة النشارة اللي هي ايه التالفة اللي هي بايظة من السبلة بتاعة الفراخ، فده هيبقى افضل طبعا والدنيا هتبقى افضل معاك. انما انت لو سبت السبلة بتاعتهم بالشكل اللي مش كويس اللي احنا بنشوفه دوت، طبعا هتعمل لك بكتيريا وفيروسات وهتدخلك في مشاكل تانية، وهيبقى في افلام كتيرة قوي، ميكوبلازما هتجيب لك ميكوبلازما، وفي طبعا هتلاقي في نافع عندك. لان عامل النظافة يا احباب هو كل شيء والله يا احباب، بدون مضادات حيوية، بدون اي علاجات من بره. انت لو حافظت في بداية الدورة عندك واستقبلت زي ما قلت لحضرتك كده ودفيت كويس بفضل الله، انت مش هتحتاج ادوية ولا هتحتاج الكلام ده كله خالص. ودي والله يا احباب يعني محبة لوجه الله بقولها لكم. وطبعا بحاول افيدكم واتمنى انكم تفيدوني وتشتركوا معايا في القناة وتشجعوني باللايك والاعجاب الجميل والصلاة والنبي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكون شاكر جدا وجزاكم الله كل خير. واتمنى يا رب تكون حلقة خفيفة بسيطة افادت الجميع. اتمنى للجميع في العالم العربي والعالم الاسلامي التوفيق، و وربنا يا رب يجمع بين قلوب الناس بالطيب، سواء مسلمين او مسيحيين، بالخير يا رب، ويجعلها بلد امن وامان. مصر حبيبتنا، اللهم امين يا رب العالمين. كان معاكم من قناة الخير ابو عبد الهادي، والى حلقة قادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. دمتم في حفظ الله.